لا حول ولا قوة إلا بالله. لك لا بتنامي ولا بتخلي حدا ينام. عم اشتغل ابو فتحي. بديك ببيت؟ لا طبعا. كيف لا؟ شوف هالثقة، امبارح على يديك على التلفزيون اللبناني باكشي صفطين بيض من تبع ال40 بيضة، يخزي العين شو هالقدرة الإنتاجية العالية، شي بينافس شركة الوطنية السعودية للدواجن. الله يقويه ويعطيه على قد نيته، بس شو مناسبة طلعته البهية على الشاشة والله؟ قال كان عم يأكد انه الجولان سيعود وينضم الى ارض الفسي في ساق التصدي، قائلا: انا ما بشبع ضم، لا بوس ولا شم، ويا دلي شو حلوة وجمالك شو مهم. كله للجولان هالحكي؟ طبعا، وقال ما بنهدى، نحن ما بنهدى حتى ترجع الجولان. وفعلا يا اب فتحي هو قال هيك، وقال لك الكريم خود دكة غاضبة بطرطوس على انغام المجويز، وقفة تضامنية في الشيخ مسكين بعد ان احضروا من تراب الجولان كم لمسة وكفتوهم بنفس الطشط اللي بيشخخوا فيه البسة. دريد لحام طلع بفيديو عم يهدي فيه ولاية كاليفورنيا للمكسيك باسلوب كوميديا سوداء اسطوري من كتر ما انه ركيع. وشو هي ركيع؟ يعني ركيك ورقيع مع بعض بحسب اشادات النقاد. ايوه. اما الفنان قصي خولي واللي ما ترك فرصة ليبكي فيها على وطنه اللي عم يوجع سوريا الا وتشتشنا بها امطارا وسيولي، فما لقى يحط علم امريكا وطنه الثاني اللي ما عم يوجعه الا بهالفترة الحرجة من تاريخ الامة. وخود يا معلم على هجاء شعبي واسع النطاق للنجم العاطفي المحبوب، شي من القاع وشي من القمة. يعني سبوه نسيوا من اخوه بمسلسل الاخوة والله يا فتحي. بينما الفنانة الذكية كندا حنا فأكدت انه الرقص والضحكة هن اهم رد على العدو الصهيوني، وبوشها على اقرب عيادة تجميل اسنان حيث عمل لها ابتسامة هوليوود، وذلك من اجل المشاركة في مسيرة كرمالك يا جولان ركبنا طقم اسنان. وعلى صعيد ردود الفعل السياسية، شبيك قلبتي على كنانة حويجة بنشرة اخبار التلفزيون السوري. وجد المعلم رأيه انه ترامب قرصان ومن فخجي، وانا فرجيه بس خلص من ايدي دق هالبوبجي. اما حسن غضب الله فصرح من سابع طابق تحت الارض بان تصرف امريكا هو استهتار بمشاعر العالمين العربي والاسلامي، ووجه رسالة مؤثرة الى اهالي الجولان السليب قائلا فيها: معقولة لاني بقرط مثل الاسرائيلي تشوفوني؟ لك انا بحبكن قد عيوني، ومعلومك عيونه كبار كثير يعني. ايه لا بحبهم كثير معناتها. اما الجعفري فقال لمندوب اسرائيل في الامم المتحدة: سنسترد الجولان بالقوة، بس مو هلا، شنو مالنا مروة. فشو جاوبوا هداك شرن؟ طبعا حبيبي مالكن مروة من كتر ما قصفتوا شعبكن يا اولاد السرنوة. لا هو قال له يا ابن السرنوة؟ لك ايه ليك الجحش قال الناس بالناس والقطة بالنفاس. هلا وقت الحكي عن القصف والعسف ما بيعرف انه هدول البشارين علاقتهم بالمرتفعات عاطفية وابوية من مرتفعات قاسيون وجر. يعني تخيل لك فتحي لو قمة جبل الشيخ معهم كان على الأقل الواحد نصب له فوقها شي 50 مدفعية، نشر له شي 70 قناص، حط له كم دشمة وكم ضابط هردبشت من جماعة ماهر يسفقوا العالم صواريخ كيماوي قنابل بكل إخلاص وتفاني. وهكذا دواليك من عندهم القتل الوطني الشامخ ومن عند علي الديك الأغاني. لك الله لا يوفقك يا حافظ يا أسد، لو ما قال بدي طبس بمياه طبرية كنت هلأ كملت نومتي وما سمعت هالديباجة العظيمة. هلا هيك لك فتحي انا الحق علي نام، لك نام، ما فاز الا النوم على قولة السيادة الوطنية السورية.